السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي سويت اند سوا مع منى. يا رب تكونوا بخير. واول ما تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه فعلوا الجرس توصلكوا كل الاشعارات الخاصه بالقناه. لو استفدتوا ما تنسوش اللايك والشير والكومنت. عايزين نجيب البتنجان نقطعه مكعبات. احنا النهارده هنعمل مسقعه، بس هخليكم ازاي توفروا فيها اكبر نسبه ممكنه من الزيت. قطعوه مكعبات بالشكل ده لان هو هيتعمل مسقعه. وهنجيب الفلفل بتاعنا برضه ونقطعه مكعبات. في ناس بتحط بطاطس، براحتكم، لكن المهم اي حاجة قطعوها مكعبات صغيرة مش هتاخد وقت طويل في الزيت. اما هتتقطع مكعبات صغيرة هتطلع بسرعة جدا. تمام. ابتدي بقى اقلي البتنجان بتاعي والفلفل، وبعد كده اطلعهم وما صفوهمش من الزيت. هاخد بقى اللي نزل من تصفية الزيت اهو في الطاسة اهو معايا، وهبتدي اشوح فيه توم. حطوا بقى كمية التوم اللي تناسبكم براحتكم جدا. طبعا انا كل اللي عاملاه اصلا يعني ربع كيلو بتنجان، فطبعا كمية التوم قليلة. حطيت التوم يا دوبك خد لون ذهبي كده زي ما احنا شايفين. نزلت على طول بصلصة الطماطم، يا اما حوالي ربع لتر من الطماطم، وتكون المية بتاعتها قليلة، يا اما معلقتين من الطماطم. دي طبعا الطماطم اللي انا بسبكها في البيت على طول. وانتوا عارفين طبعا النظام، انا كل اول شهر بجيب الطماطم بتاعت الشهر وابتدي اسبكها مرة واحدة واستخدمها على طول. وهبتدي اشوحهم مع بعض كده، وشوية ملح وشوية من الكمون، وابتدي اقلبهم مع بعض، واحط حوالي ربع كوبايه من الميه. سيب الطماطم تزيد شويه كده، واروح نازله عليها بالبتنجان بتاعنا بالفلفل بتاعنا، ويبتدي بقى كله كده يغلي مع بعض والروايح تمام. خلاص هطفي الدنيا معايا، خلاص كله بقى تمام كده. هروح على طول نازله بهريسه او شطه زي ما انتم عايزين، وحوالي معلقه او معلقتين كبار من الخل. بس خلي طبعا اول ما تكون بتغلي كده وخلاص حاطه، واروح نازله بالخل على طول عشان ما اسيبوش على النار يغلي، عشان ما يطرش. هيخلي فيها ريحه ونكهه وتطعيمه حلوه قوي، وهيخلي البهارات والثوم ظاهرين قوي. ادي المسقعه بتاعتنا اهي. طبعا ده بيت سمان، بصوا صغنن ازاي. فبراحتكم خالص. الاكله بقى تعملوا جنبها بيض مسلوق، طماطم مخلله، تنجان مخلل، براحتكم تماما. اعملوا المسقعه بالطريقه دي، هتفرق معاكم في التطعيمه وهتسمع لاخر الشارع.